السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله تكون اموركم هانية واحوالكم طيبة. المهم بغيت ندير واحد العشاء خفيف ظريف ديال الزربة. نتوما كتشوفوا معايا عندي هنايا هاد النقانق هادو. نمروا ان شاء الله الطريقة. درت هاد الزيت هادي تقريبا 2 معالق كبيرة من زيت الزيتون. غنخليها حتى تسخن شوية ونضيف عليها هاد الصوصيص او النقانق. غنصوتيهم شويه في هذا الزيت هادي ونزولهم ان شاء الله. المهم ديروا على حسب افراد العائله ديالكم، حنا راه غير 2 ديال الناس. المهم ديروا على حسب افراد العائله اللي عندكم في الدار. غير حبيت نشارك معكم هاد النقانق وصافي. ما تبارك الله راه اليوتيوب عامر بالطبخ اشكال وانواع ما شاء الله عطا الله الخيرات. قبلوا على هذه القناه ديالي وصافي، وقبلوا على التصوير الاضاءه راه ما كايناش بزاف. والله يجازيكم بخير. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. المهم انا درتو في هذا الطاجين هذا ديال الالومنيوم ولا ديال القصدير. المهم ديروه في مقله، ديروه في اللي يعجبكم. انتما كتشوفوا معايا راه بدا المهم كيتشحر. نبقى نتقبوا شويه بالفرشيط ونزولو. نزول البنات كي كتشوفوا معايا راه زولت هاد الصوصيص هذا. غنضيف هاد البصله هادي. المهم عندي بصله هنايا وحده متوسطه الحجم، قطعتها رقيقه شويه. غنضيف عليها شويه ديال الفلفل الاسود. المهم غنضيف عليها البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم مدقوق، شويه ديال الملح حيت اصلا الصوصيص راه مالح، درت غير شويه كتشوفوا معايا. يعني درت العطريه. والمهم ممكن تزيدوا عليها فلفله مقطعه خضراء اولا فلفله ملونات. ممكن ديروه غير بصوص طوماط، غير مطيشه محكوكه بوحدها وتضيفوا عليها الصوصيص. المهم انا فضلت هاد الطريقه هذه كي كتشوفوا معايا الاخوات. بعد المره انا كنديرو غير هكاك في المقله وكندير عليه البيض، كنهرس عليه البيض صافي في ساعه كيوجد. ندير شويه ديال التحميره غير تشحر ليا هاد البصله هكا مزيان، ونضيف عليها مطيشه محكوكه. درت وحده كبيره. شويه ديال الربيع مع معدنوس. نخلي هاد لاصوص هادي تطيب معايا شويه، تقريبا واحد نصف ساعه. بعد ما طابت ضفت عليها هاد لاصوص هذا وغنخليه تقريبا هنايا واحد 10 دقائق تدخل معاه شويه هذيك لاصوص ان شاء الله، ونرجع معكم. راه كيجي زوين، كيجي خفيف ظريف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا البسيط جدا. ها هو الطبق النهائي ديالي ديال النقانق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد اللي تضافوا عندي في قناتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.